ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. لما تكوني بتحبي شخص يعني وفي علاقة وكده وهيخطبك، تمام؟ فانتوا لسه بتتعرفوا على بعض في البداية، تمام؟ فيجي يقولك انا حاسس ان انتي مش بتحبيني. طب ماشي، اثبت لك ازاي ان انا بحبك؟ انتي تكلميني كل يوم، في كل ثانية، في كل دقيقة، وتفضلي تحبي فيا وتقولي لي كلام حب و... وانا بحبك وانا بعشقك، وتفضلي معاه على التليفون 24 ساعة في ال 24 ساعة. وبصراحة شيء ممل جدا، يعني بصراحة يعني محدش طبيعي يفضل مع حد 24 ساعة في ال 24 ساعة. اصل في حاجات كتير في يومي غيرك، في حاجات يعني مليون حاجة، ماشي؟ مش انت يعني اللي في اليوم كله، ماشي؟ في شباب مش بتفهم كده. في شباب عندها ان انتي لازم تكلميني على طول، لازم تقولي لي بحبك على طول، لازم يعني تخليكي متابعيني كده لحسن ابص لواحده تانية. خلاص روح بص بجد، والله الناس دي ممله بجد، يعني روح بص، تمام؟ لما يجي واحد بقى يقول لك ايه، آه لما يجي واحد يقول لك انا يعني ايه، انا حاسه انت مش بتحبيني الحب اللي في دماغي. طب ايه الحب اللي في دماغك؟ ان انت تفضلي معاه 24 ساعه انا بحبك، صباح الحب، صباح العشق، ازيك يا حبيبي، ازيك يا قلبي، وانتوا اساسا لسه بتتعرفوا على بعض، ماشي؟ ما تعرفيش ازاي بقى، عايز يعمل كده ازاي اساسا وانتوا لسه اساسا في البدايه وبتتعرفوا على بعض؟ عايزك تقولي له يا حبيبي بحبك، انت الحب، انت العشق، كل سنه وانت الحب يعني ازاي؟ يعني ازاي؟ معلش احنا لسه بنتعرف على بعض. اللي هو يعني بشوف انت يعني هتقبلك ولا لا، ظروفك الماديه ايه، إيه يعني انت هتعمل ايه بعد الجواز، انت يعني ظروفك انت هتمشي الدنيا ازاي. لسه انتوا بتتعرفوا على بعض، يعني بيتعرف على قرايبك بتتعرفي على قرايبه. هو داخل بقى خبط لزق ايه، حب بقى ولفلفه والحب ولع في الذره والكلام ده كله. لا، ما يعني ما ينفعش، ماشي؟ يعني انت بقى انت يعني حسب انت وقدرتك النفسية على ده. لو انت متقبلة ده وقادرة على اللي انت تسايسيه وتقولي له وتعملي له اللي هو عايزه، اعملي له، ماشي. بس هو ده يعني غالبا ما بيبقاش هيكمل معاكي اساسا، لان هو داخل يعني داخل عنيف قوي، يعني في الكلام والمشاعر والحب والكلام ده، تمام؟ فالناس دي اساسا بخاف منها، بحس ان هي مش جد اساسا، ماشي؟ اللي هي بتدخل هجم دي. وبعد كده لو انت ما قلتلوش، يعني النوع التاني بقى، يعني انت لو عرفتي تقولي له ماشي يبقى انت زي الفل وتمام. في بنات مش بتقدر ان هي تواصل مع الشخص ده وتقول له زي ما هو عايز يسمع، انا ماشي، انا بحبك، انت حبيبي، انت العشق، انت الحب، انت كده كده، تمام؟ فهو بقى يجي يقول لها ايه، انا عايز كده. تقول له طيب انا مش، احنا لسه بنتعرف على بعض، طب استنى شويه، كل شيء باوانه، كل حاجه ليها مرحله. هو بقى ما يتفهمش الكلام ده، يفضل ايه، متضايق منها. انتي مش عارف، انتي غريبه، انتي، لا انا حاسس ان شخصيتك مش عارف ايه، انا حاسس ان انتي مش بتحبيني. طب احنا هنرتبط ازاي بدل انتي عامله كده؟ يعني انا حاسس ان انتي آه، مش محتوياني. يعني انا بصحى الصبح مش بتقولي لي صباح الخير يا حبيبي، يبقى انت بعد الجواز هتعملي فيا ايه؟ انا حاسس ان انت يعني مش رومانسيه، طبعك مش رومانسي. هل انت مش رومانسيه؟ طب هل اللي قبلي ما كنتش رومانسيه معاه؟ طب هل مش عارف ايه؟ فالناس دي يا جماعه بتخنق، الناس دي بتجيب حاله نفسيه، ماشي؟ فاللي يقدر يتقبل الموضوع ده يتقبله، واللي ما يقدرش ما يكملش، يعني لاني انا عن نفسي انا ما بحبش الناس دي. يعني انا عن نفسي ما بتقبلش الناس دي، انا بحب الراجل العاقل، تمام؟ بحب الراجل العقلاني، اللي هو ايه، انت لسه بنتعرف على بعض، يبقى دي مرحله،
امشي في المرحله دي، بعد كده هنروح مرحله تانية. انا احب كده، واحده 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 واحده. لكن اللي بينط مره واحده ده بيبقى فيه مصيبه، يعني تعرفي ان هو فيه مصيبه، وربنا يستر علينا جميعا. تمام. ف اللي نط مره واحده ده وقعد يقول لك انت فيكي وفيكي ومش رومانسيه، وانت بتعملي وانت بتسوي، والمفروض تقولي لي صباح الخير يا حب الصبح ومساء الخير يا عشق بالليل. ده مثلا ايه، وانت قلتي له انا مش، انا كده يعني لسه احنا في مرحله ومش عارفه ايه. لا انت كده مش، طب احنا مش كده، مش هينفع، طب احنا كده. يفضل بقى يضغط عليك عشان تقولي له، هو بيفضل يضغط عليكي بالطريقه عشان بقى ايه، تطلعي له بقى الكلام اللي هو عايز يسمعه. تمام. وبعد كده مثلا زعل وسابك، والله احمد ربنا، وحياة ربنا احمد ربنا. ده انت هتشوفي معاه ايام سودة اصلا. ده متخلف، ده متخلف عقليا اصلا. يعني ده انت تسجدي كده لله شكر ان هو سابك اساسا، وانت اللي كنت المفروض تسيبيه. تمام. فما تقعديش بقى تندمي وتقولي يا ريتني بقى كنت هويته بقى وقلت له بقى كلام حب من اللي هو عايز يسمعه. يا ريتني، يا ريتني كنت قلت له، يا ريتني كنت عملت له. طب انا كنت حاسه ان هو كويس، انا ضيعته من ايدي. لا ده مش كويس ولا عايزك اساسا، هو بيستهبل، هو عنده في الفتره دي فراغ عاطفي او حاجه، فعايز يملاه بالكلام اللي انت هتقوله له، عايز يملاه بال مشاعر مزيفه. انت اساسا لما تهوديه وتقولي له اللي هو عايز يسمعه، وده اساسا مش من طبعك ولا انت حابه تعملي كده، انت اول حاجه هتحسي ان انت متضايقه. تاني حاجه شويه كده هتعامليه بطبيعتك، لان انت مش طبيعتك الرومانسيه، او انت مش طبيعتك دي. تمام. الحاجه دي، فانت لما تخلفي طبيعتك وعشان ترضيه، انت هترجعي في وقت من الاوقات لطبيعتك. تمام. هيبقى الحل ايه ساعتها بقى؟ هو ولا هيبقى طايقك، ولا انت يعني هتبقي انت بقى في النص مش عارفه تعملي ايه، مش عارفه بقى ان انت تراضيه وتفضلي تحبي فيه زي ما هو عايز، ولا انت طبيعتك كده. انت بترتاحي، اي حد بيرتاح في طبيعته. فخليكي على طبيعتك، اللي عايزك كده هياخدك كده، بشكلك، بجسمك، بلونك، ب... ب... بتفكيرك، بكلامك، بأي حاجة. والله يا جماعة أنا أعرف ناس والله العظيم لو شفتوهم انتوا هتقولوا ايه، طب هو يعني ازاي ارتبط بيها، طب هو يعني شاف فيها ايه حلو، او هي شافت فيه ايه حلو، ده تخين قوي، ده مش عارف ايه. يا جماعة مفيش الكلام ده، مفيش تخين، مفيش رفيع، مفيش الكلام ده. راجعوا نفسكم يا جماعة واختاروا صح علشان ما تندموش بعد كده.